السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وحب وكل شيء جميل. يا رب محققين كل أحلامكم، واللي نفسه يدخل كلية معينة يدخلها، وإذا مجموعك ما جابش الكلية اللي انت عايزها ما تزعلش، كل اللي يجيبه ربنا خير. طالما ما قصرتش وعملت اللي عليك وذاكرت فربنا هيعوضك خير إن شاء الله. في الفيديو ده هنتعرف على معاهد تقدر تدخلها بعد الثانوية العامة لو مجموعك قليل، وفي نفس الوقت تخصصاتها مطلوبة جدا في سوق العمل. يعني هتتخرج هتشتغل في تخصصك، بس أهم حاجة إنك تجتهد في المجال اللي هتختاره عشان تتميز في شغلك، وتفتح لنفسك أبواب رزق وأبواب خير بإرادة ربنا طبعا. الفيديو ده مهم جدا لكل خريج ثانوية عامة ما حلفوش حظه وجاب مجموع كبير. اوعى تحبط او تسيب نفسك لليأس، في فرصة وفي سكة وفي ابواب هنتركها، بس ركز معايا في الفيديو واوعدك ان نظرتك للامور هتختلف تماما، وربنا يجعلني سبب في خير للكثير من الطلاب ان شاء الله. يلا نبدأ. بس قبل ما ابدا الفيديو، فضلا وليس امرا، لو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكم كل جديد، ويا ريت تعليق محفز عشان تدعموني، وعايزه لايك للفيديو عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. ويلا بقى نبدا الفيديو بتاعنا. واول معهد حابه اتكلم معاكم عنه هو المعهد الفني الصحي. المعهد الفني الصحي مدة الدراسة فيه 2 سنين بالإضافة ل6 شهور امتياز. طيب، معهد فني صحي بيقبل مين بقى؟ بيقبل الطلبة خريجي علمي، سواء علمي علوم أو علمي رياضة. معظم مواد معهد فني صحي بتكون باللغة الإنجليزية. طيب أنا ليه بتكلم عن المعهد الفني الصحي تحديدا وأول المعاهد اللي أنا اتكلمت عنها في الفيديو؟ عندك اكتر من ميزة في المعهد ده. اول حاجة ان مفيش امتحان قدرات عشان تقبل في المعهد الفني الصحي، دي ميزة. تاني حاجة، هتتخرج من المعهد هتشتغل على طول لان في تكليف للخريجين، ودي طبعا ميزة فظيعة جدا في ضوء ان احنا بنلاقي ناس طالعة من كليات قمة وفي نفس الوقت ما لهمش تكليف. تالت حاجة، في تالت ميزة كمان، انك تقدر تكمل كليا بعد ما تخلص، تقدر تكمل في كلية تمريض، وتقدر تكمل في اكتر من كلية تانية هقولك عليها في الفيديو، بس بشرط انك تحافظ على تقديرك ودرجات عالية او درجاتك عالية طول ما انت في المعهد. طيب، ايه هي اقسام المعهد الفني الصحي، او ايه هي الاقسام اللي موجودة في المعهد الفني الصحي؟ اول قسم هو قسم المختبرات الطبية او المعامل. في القسم ده بتدرس بتدرس التحاليل، وبتدرس كيمياء وبيولوجي وتقنيات الدم، وبتعرف الأجهزة اللي هي بتشتغل في المعامل والمختبرات الطبية. القسم ده بيقبل طلاب علم علوم. تاني قسم عندي في المعهد الفني الصحي هو قسم صناعة الأسنان، وده طبعا قسم مميز جدا بيقبل طلاب علم علوم. بس عشان تخش القسم ده تحديدا لازم تجتاز اختبار قدرات. اختبار القدرات بتاعه بيكون عبارة عن رسم وتشكيل صلصال عشان يختبر مهاراتك الفنية. الطلاب بيدرسوا في القسم ده الأسنان وتشريحها وتركيبها، ازاي يركب طقم أسنان اللي هي الأطقم الأسنان الصناعية. طيب، القسم الثالث هو قسم التمريض العام. القسم ده بيقبل طلاب علم علوم. الدراسة فيه بتتشابه طبعا مع معهد التمريض، لانك بتدرس كل المواد المتعلقة بالتمريض. ومن القسم ده لو حافظت على تقديرك وعلى درجاتك عالية في المعهد تقدر تكمل وتاخد بكالوريوس تمريض. تمام. القسم الرابع في المعهد الفني الصحي هو قسم العظام. طبعا من اسمه كده بتدرس فيه كل الامور المتعلقة بتركيب العظام والجبس والجبيرة، وازاي تتعامل مع الكسور وايه هي انواع الكسور، وبتدرس كمان التقنيات المستعملة في جراحة العظام. طبعا من اسمه كده هو القسم بيقبل طلاب علمي علوم. تمام. نيجي لخامس قسم هو قسم التخدير والرعاية المركزة.
برضو من اسمه كده بتدرس فيه التخدير والمواد المتعلقة بيه والأدوية اللي هي بتستخدم في العمليات الجراحية وداخل غرف العناية المركزة. برضو القسم ده بيقبل طلاب علم علوم. تاني قسم بقى واللي بيقبل طلاب شعبة علم رياضة هو قسم صيانة الأجهزة الطبية. على فكرة القسم ده لو انت حافظت على تقديراتك عالية ودرجاتك مرتفعة في القسم ده هتقدر تكمل دراسة في كلية الهندسة. تمام؟ طيب القسم السابع عندي هو قسم الأشعة والتصوير الطبي. برضو من اسمه انت بتدرس فيه المواد المتعلقة بعلم الأشعة والتصوير الإشعاعي، وبتتعرف فيه على الأجهزة والأدوات المستخدمة في الفحوص الإشعاعية. من قسم الحقيقة ان المعهد فيه اقسام كتيرة جدا يعني، وكلها اقسام مهمة جدا واقسام كلها مطلوبة في سوق العمل. من قسم هو قسم الصناعات الدوائية. من اسمه برضو هو في قسم تدرس فيه حاجات متعلقة بصناعة الادوية وتدرس عمليات تصنيع الدواء والجودة بتاعتها ومراقبة الجودة. القسم ده بيخشوه او مفتوح للشعبتين، شعبة علم علوم وشعبة علم رياضة. طيب القسم التاسع عندي هو قسم التغذية العلاجية. بتدرس في القسم ده الهندسة الغذائية والتغذية العلاجية وسلامة الغذاء وجودة الغذاء. القسم ده بيقبل فيه طلاب علم علوم. عاشر قسم هو قسم المراقبة الصحية. القسم ده بيقبل فيه الذكور فقط، وبرضه بيقبل طلاب علمي علوم فقط. تمام. طبعا المراقبة الصحية المتعلقة بالغذاء وسلامة الغذاء ويعني كلام من هذا القبيل. 11 او القسم رقم 11 هو قسم الرعاية الحرجة والطوارئ. بتدرس في القسم ده الرعاية والطوارئ ومبادئ الرعاية والأجهزة المستخدمة في الطوارئ. القسم ده بيقبل طلاب شعبة علمي علوم. القسم ال 12 هو قسم التثقيف الصحي. ده برضو بتدرس فيه التسجيل الطبي والإحصاء، وتتعرف ازاي تعمل سجلات طبية وتقارير إحصائية للمستشفيات بكافة أقسامها. بتدرس التسجيل والإحصاء ده يدوي وإلكتروني. طبعا القسم ده بيقبل طلاب علمي علوم وعلمي رياضة. طبعا مش محتاجة بعد كل ده إني أقول لك مجالات عمل خريجين من المعهد الفني الصحي قد ايه، مجالات كتيرة ومميزة. وبالطبع طبعا هي بتختلف من قسم للتاني، بس لا هقول لك ايه هي الاماكن اللي ممكن تشتغل فيها. طبعا ده باختلاف القسم او حسب القسم اللي انت داخله. يعني ممكن تشتغل في معمل تحاليل، ممكن تشتغل في مجال صناعة تركيبات الاسنان، ممكن تشتغل في مراكز الاشعة، ممكن تشتغل فني في صيانة الاجهزة الطبية، ممكن تشتغل معاون للفريق الطبي في أي مستشفى، ممكن كمان تشتغل في شركات تصنيع الدواء، ممكن تشتغل مع طاقم التمريض في المستشفيات، ممكن تشتغل في استقبال حالات طوارئ برضو في المستشفى، ممكن تشتغل كمان في المؤسسات الوقائية زي مراكز الأمومة وتنظيم الأسرة، ممكن تشتغل مفتش أغذية في شعبة مثلا المراقبين الصحيين، ممكن كمان تشتغل في الوحدات الصحية تشرف على عمليات تطعيم الأطفال، ممكن تشتغل في صحة البيئة، ممكن تشتغل في مجال الجودة في المستشفيات. الحقيقة إن مجالات الشغل كتيرة جدا، ولأن كمان الأقسام كتيرة جدا، فكل قسم بيبقى ليه إيه المجال أو المكان اللي ممكن يشتغل فيه خريج القسم ده. ده بالنسبة للمعهد الفني الصحي. تاني معهد هتكلم معاكم فيه ومهم جدا برضو وليه مستقبل في سوق العمل، وبرضو معهد سنتين، هو معهد التمريض. معهد التمريض نفس كلية التمريض، بتدرس نفس المواد اللي بتدرسها في كلية التمريض، ولو حافظت على تقديرك انت ممكن تكمل في كلية تمريض عادي جدا. الدراسة في معهد فني تمريض زي ما قلت لحضراتكم هي سنتين، وعندك 6 شهور امتياز بتتدرب فيها في اي مستشفى. طيب يا ترى ايه مميزات المعهد الفني التمريض غير انك ممكن تكمل في كلية التمريض؟ اول حاجة وجود فرصة عمل مضمونة، وده طبعا لان احنا في حاجة مستمرة للعاملين في المجال الصحي بوجه عام، خصوصا طبعا الممرضين والممرضات.
كمان فرصة زي ما قلت لك، اذا جبت 75% فيما فوق في المعهد عندك فرصة انك تكمل في كلية تمريض وتاخد بكالوريوس. ده غير اني طبعا مش محتاجة اقول لكم ان رواتب التمريض من الرواتب الكويسة بشكل عام ومن المهن المطلوبة، يعني سواء جوه مصر هتشتغل سواء خارج مصر هتشتغل. تمام. تالت معهد معايا وحابة اتكلم معاكم فيه هو معهد فني قوات مسلحة. المعهد الفني للقوات المسلحة ده بيقدم لك انك تكون ضابط في الجيش بعد ما تتخرج، وعندك فرصة انك تطور نفسك، لكن مهم جدا انك تكون شخص رياضي، لان في اختبارات عشان تقدر تقبل في المعهد الفني للقوات المسلحة. الاختبارات دي لازم تجتازها. بتدرس في المعهد الفني للقوات المسلحة، بتدرس فيه 2 سنين، وبيكون فيه تأهيل عسكري وإعداد عسكري وإعداد علمي طول فترة دراستك في المعهد. طبعا من مميزات المعهد ده انك بتاخد شهادة دبلوم فني تخصصي، غير انك بتتخرج برتبة ملازم وبتشتغل. طبعا انت بتتخرج النهاردة، بتشتغل تاني يوم بتعلق رتبة ملازم وبتبدأ تشتغل على طول. الخاصة بالقوات المسلحة طبعا عندك الفرصة ان انت تكمل طبعا الدراسة العسكرية، تقدر تاخد ماجستير علوم عسكرية، تقدر تاخد زمالة في اي مجال عسكري. ففعلا من حظه اللي يقدر يقبل في المعهد الفني العسكري. فرصة طبعا حلوة جدا ولازم ما تفوتكش. يعني لو انت شخص رياضي وحابب تخش في مجال القوات المسلحة يا ريت تقدم في المعهد وما تكسلش. رابع معهد اتكلم معاكم فيه ومهم جدا في سوق العمل والدراسة فيه برضو 2 سنين هو معهد المساحة. معهد المساحة فيه ميزة حلوة قوي، انك لو جبت مجموع كبير وتقدير عالي تقدر تكمل في كلية هندسة. المعهد تخصصي، التخصص الاول هو المساحة او قسم مساحة، التخصص الثاني او القسم الثاني هو قسم الري والصرف الصحي. التخصصات دي بتقدر او بتتحدد مش من اول سنة، لا بتتحدد من السنة الثانية على اساس التقدير اللي حصلت عليه في سنة اولى. المعهد حكومي وموجود في 3 اماكن. المعهد الحكومي موجود في المطرية، موجود في اسيوط، موجود في قنا. طيب يا ترى ايه هي مجالات عمل خريجي معهد المساحة؟ مجالات العمل الحقيقة لخريجين معهد المساحة اللي هو التابع للتعليم الحكومي هي محدودة، لكن في ميزة ان للمعهد ليه تكليف ويقدر الطالب بمجرد ما بيتخرج انه يشتغل في اسرع وقت ممكن. مجالات العمل بتاعته ممكن تشتغل مساعد مساح بعد ما تتخرج مباشرة، وبعد كده بعد ما بتترقى بتبقى مساح، واللي هو اللي احنا بنقدر نقول عليه مهندس مساحة. طبعا عندك امكانية انك تشتغل في مكاتب الرسم كفني حاسب آلي، وتقدر تشتغل على الاوتوكاد وتشتغل في نظم معلومات جغرافية. خريجين معهد المساحة عندهم فرصة كبيرة للسفر للخارج وانهم يشتغلوا في نفس مجالهم في اللغة العربية في نفس مجالهم في الدول العربية المختلفة، وهم كمان من الناس اللي بتاخد مرتبات محترمة. طيب دي كانت بعض المعاهد اللي كنت حابة اتكلم معاكم عنها من ناحية سوق العمل. اتمنى الفيديو يعجبكم. انا حبيت انور بصيرتكم على المجالات اللي ممكن تدخلوها لو مجموعكم قليل ويكون ليها قيمة في سوق العمل، يعني تتخرج تشتغل وتحس ان تخصصك مطلوب، عشان ما تختارش مجال بشكل عشوائي وتتفاجئ بعد ما تتخرج انك مش لاقي شغل بتخصصك وانك درست حاجة ملهاش لازمة في سوق العمل اصلا. طبعا لازم تعرفوا ان سوق العمل بقى زحمة بشكل مرعب، عشان كده لازم تستعدوا من دلوقتي وتختاروا مجال تخصصكم ودراستكم صح. وان شاء الله هعمل لكم فيديو تاني لخريجين ثانوية عامة القسم الادبي، هتكلم معاكم فيه عن احسن كليات الادبي من ناحية الشغل. ما هو ده المعيار بقى اللي بنقيس عليه التخصص دلوقتي زي ما اتفقنا. ولو كمان حد عايز موضوع معين نتكلم عنه يا ريت تكتبوا في التعليقات عشان نعمل له فيديو مخصوص. ودلوقتي حابة اشكركم لدعمكم، واتمنى كل واحد نفسه يدخل كلية معينة ربنا يوفقه ويدخلها ويكتب له فيها رزق وخير وبركة يا رب. واشوفكم على خير في فيديو جديد.